السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، معكم مس ابتسام عبد الحميد، والنهاردة هنحل مع بعض الأسبوع الأول من تقييمات من أداء صفي من واجب منزلي. طبعا كتاب الوزارة اللي انتوا هتستلموه اللي هو كتاب التقييم ده، التقييمات ده والأداء الصفي ده مهم جدا جدا جدا. لو حليتوه بتركيز واهتميتوا بالأسئلة اللي فيه إن شاء الله هتقفلوا المادة، لأن أكيد الامتحان مش هيطلع منها، لأن ده المنهج بتاعكم. برحب بيكم من تاني، وانكم وحشتوني قوي، وبفكركم ان القناة بينزل عليها حل تقييمات العلوم للمرحلة الإعدادية مع مستر عبد الرحمن السبت، وإنجليزي معايا مس ابتسام عبد الحميد. طيب يلا بينا كده مع بعض نبدأ في أول حاجة اللي هو الكلاس روم بيرفورمانس، اللي هو الأداء الصفي. السؤال الأول بيقول لك هنا activity read and choose the correct answer from A, B, C or D. اختر الإجابة الصحيحة. السؤال الأول eating while looking at something on my is a bad habit. الأكل أثناء إنك بتتفرج على حاجة على إيه is a bad habit، عادة سيئة. طبعا هتبص على إيه on my screen، على الشاشة، يبقى أول واحدة screen. طيب بعد كده بيقولك هنا in the evening، في المساء I sometimes play online with my friend. أنا هنلعب ألعاب أونلاين. ألعاب اسمها إيه؟ اونلاين تابلتس، جيمز، بورد. لا طبعا اسمها ايه؟ جيمز، اونلاين جيمز، الالعاب ايه الاونلاين دي. طيب السؤال الثالث there is a darker screen getting to protect your eyes in low light. darker screen setting to protect your eyes، يبقى ده mean النايت ايه؟ النايت مود. السؤال الرابع our teacher show us amazing videos about plants and animals using a in our class. طب هو الكلاس ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه ايه؟ بوك، كتاب الكتروني، بوك كتاب عادي، موقع، ولا سمارت بورد؟ طبعا ورونا الحاجات دي على سمارت ايه؟ على سمارت بورد. طيب نكمل مع بعض. السؤال رقم 5 I usually use my tablet too for new information أو news for news every day. news هنا يعني هي الأخبار، وتعامل معاملة المفرد. تمام، يبقى أنت بتبحث عن إيه؟ to search يعني إيه؟ يبحث. طيب مع بعض كده الأكتيفيتي التاني بيقولك classify the following words in a suitable parts of speech. عندنا حاجة اسمها parts of speech. parts of speech دي اللي هي أجزاء الكلام. يبقى الكلام أنا عندي noun، عندي verb، عندي adjective، عندي conjunction، عندي adverbs اللي هو الأسماء والأفعال والصفات والحال والروابط وحروف الجر. بيقولك الكلمات دي كل كلمة منهم ممكن تبقى اسم، ممكن تبقى فعل، ممكن تبقى adjective، حاجة من الثلاثة، فأنت وزع حالي. طيب تعال نبدأ كده. send يعني ايه؟ يعني يرسل ده فعل، فنكتب ايه هنا؟ ايه أول حاجة عندنا؟ هي send. طيب بعد كده عندنا كلمة science يعني علوم. طيب طبعا جاي من اسمها، هي ايه؟ اسم science. طيب بعد كده عندنا interesting شيق أو ممتع. interesting أنا وصفت الحاجة إنها شيقة أو ممتعة، يبقى دي إيه؟ adjective صفة adjective. يبقى عندنا هنا كده interesting. طيب بعد كده useful مفيد. useful صفة برضو useful. طيب technology، التكنولوجيا طبعا دي اسم technology. واخر حاجة معانا هي ايه؟ هي learn يعني يتعلم، ده ايه؟ فعل. تمام. طيب هنكمل كده مع بعض. home performance يعني الأداء المنزلي بقى. write a blog post of about 80 to 100 words on my daily routine، للروتين اليومي بتاعي. طيب احنا هنحتاج ورقة. طيب أول حاجة daily routine، يبقى أنا هستخدم المضارع ايه؟ البسيط. طيب أول حاجة daily routine يعني ايه daily routine؟ my daily routine. daily routine اللي هو ايه؟ الروتين اليومي.
الروتين اليومي بتاعك، بتعمل ايه من الصبح لحد ما تروح تنام. طيب احنا هنبدأ، احنا بنستيقظ امتى، نروح المدرسة، بنفطر، بنعمل ايه، نحكي كأننا بنحكي قصة بالظبط. طيب اول حاجة، عشان انا هستخدم هنا المضارع البسيط لان دي عادة، والعادة بنستخدم فيها المضارع البسيط. طيب daily routine، نقول مثلا، نبدأ نقول ايه، I start my day at 6 am، الساعة 6 صباحا، 6 ايه صباحا. طيب ممكن نقول هنا ايه، أنا I take a shower, then I have breakfast with my family. طيب ممكن نقوله هنا ان my daily routine is the same every day. ممكن يعني ايه جملة فوق كده قبل ده، ممكن ايه نكتب نقول my daily routine is the same every day. هو نفسه كل ايه كل يوم، بس طبعا بسيب مسافة هنا من أول باراجراف زي المسافة اللي أنا سبتها دي. مكان نبدأ I start my day at a 6 am أو I wake up at 6 am. طيب احنا وصلنا ان هو ايه، breakfast with ايه with my family، بفطر مع أسرتي. طيب ممكن نقوله بقى at 6 half أو half past 6، الساعة 6 ونص. I go to school. I go to school. هتروح لوحدك؟ لا طبعا هروح مع اصحابي، يبقى with my friends، مع ايه مع اصحابي. طيب ابدأ بقى قول انت عندك كام مادة في الدراسة، او بتروح امتى وبتيجي امتى. ونقوله I have 5 lessons a day، في اليوم، في اليوم عندي 5 lessons في اليوم. my favorite subject، مادتي المفضلة subject is English، عشان طبعا احنا نكتب في انجليزي يبقى لازم English، فاهم. طيب ممكن تقول the school day ends at مثلا 1 PM، الساعة 1 PM. تمام. طبعا احنا لسه ما خلصناش، لسه هنكمل. بتعمل ايه لما تروح في البيت. when I go home I help، أنا بساعد my mom to do تعملوا ايه بقى الغدا أكيد يعني to do the lunch at 2 PM، الساعة 2 بقى PM. I play، أنا بلعب I play with my little brother، مع أخويا ايه الصغير. طيب بس كده يا مس احنا كده خلصنا؟ لا طبعا يا حبيبي، احنا ممكن نكمل اكتر. عايز نخلي بالك من 80 ل 100، انت لازم تحكي بقى يومك كله بالتفاصيل. after that، بعد ذلك after that بعد ذلك I sit with، أنا بجلس with my family to watch TV، عشان أتفرج على التلفزيون. طيب ممكن نقوله بقى هنا I study and do my homework، أنا بذاكر وبعمل الواجب بتاعي. تمام. I study and do my homework at 7 PM، الساعة كام؟ الساعة 7. تمام. بس كده. أيوه
ممكن بقى تقول then I go to sleep at 10 p.m. الساعة 10 p.m. هو بس كده. يبقى انت بتحكي في الدايلي روتين عن الروتين اليومي بتاعك يا سنة أولى. طبعا لو حد محتاج اللي هو ياخد منه ياخد سكرين مش ما تحفظهوش، ولكن ابدأ اكتب الجمل بحيث انك تكتبها اكتر من مرة، فبالتالي هتفيدك او هتعرف تكون الجملة ازاي، وهتساعدك طبعا في الباراجراف. طيب تعالى كده نكمل بقى نكمل في الكتاب بتاعنا مع الليسون ليسون 2. ليسون 2 بيقول لك هنا الكلاس روم بيرفورمانس برضو الاداء الصفي اللي احنا نحله مع بعض في الصف. تمام. بيقول لك هنا read and choose the correct answer. اقرأ واختار الإجابة الصحيحة. is the time you spend using devices like phone or free time or computers. طبعا ده screen time، وقت الشاشة، وقت الشاشة بتاعتك. طيب my parents want me to my screen time because it's affect my sleep. طيب اول حاجه affect يعني يؤثر على، يبقى طبعا عايزين اقلل. يقلل يعني reduce. increase زياده، higher يرفع، repeat يكرر. طيب digital devices are great. الاجهزه الرقميه او الالكترونيه دي رائعه جدا. but I think we need to احنا بفكر احنا محتاجين them with outdoors activities، مع الأنشطة اللي بالخارج. طبعا نعمل ما بينهم balance، نعمل ما بينهم توازن. I use my tablet to do my homework. It's my habit. يقولك it's my habit دي عادتي، دي العادة بتاعتي. يبقى هو عادة بيعملها. I usually use my tablet. مش هتنفع never، مش هتنفع rarely خالص. sometimes أحيانا، طبعا برضو احتمال ضعيف، فهي الأفضل مين؟ usually. my friend late for school. طبعا. طيب عندنا حاجة اسمها ظروف التكرار. ظروف التكرار ايه هي؟ اللي هم always، never، sometimes، often. حرف التي في ناس بتنطقها often وفي ناس بتنطقها often. عادي الاتنين صح، بس بفضل ان هي التي تبقى silent often. وعندنا طبعا usually، يعني مس فين حرف الجي اللي اتنطق، حرف الاس لو جاء قبل يو بعد يو بتنطق usually. الكلمات دي اللي هي ظروف التكرار. وطبعا عندنا rarely يعني نادرا. الكلمات دي يجي قبلهم verb to be اللي هو am او is او are. يبقى الام والاز والار تيجي قبل ظروف التكرار. طيب بيقولك هنا my friend is late. مش never دي ظرف تكرار؟ ايوه. وليت دي صفة، يبقى انا محتاجة verb to be بس. محتاجة verb to be بس. يبقى دي مش هتنفع معانا ولا دي تنفع معانا. يا اما is never يا اما never is. احنا اتفقنا بقى ظروف التكرار اللي بتيجي الاول الverb to be. طبعا الverb to be يبقى is never. تمام. يلا بينا السؤال التاني. listen and choose the correct answer from ABC. بفترض ان ده listen سؤال listening. يلا بينا نكمل كده مع بعض يا سنة أولى. ده listen. تمام. هنستمع ونقرأ نص الاستماع كده ونختار مع بعض. Egypt has launched its first hybrid bus in Aswan. It runs on both electricity and diesel. runs يبقى هو يتم تحريكه أو runs اللي هو بيتحكم فيه بالكهرباء والوقود. طيب نكمل هنا. helping reduce pollution and protect the environment. The bus was made by an Egyptian company and includes modern technology like smart navigation and quiet engines. يعني محركات هادئة. طيب هي الهايبرد باص دي كانت بتعمل في البولوشن؟ كانت reduce، تقلل. reduce. تمام. يلا بينا بقى السؤال اللي تحت كده. complete the sentence with the correct form. طيب ده المضارع البسيط. انا هشرحه اختصارا كده بسرعة.
علشان نحل مع بعض. بص يا ست، بص يا طالب سنة أولى، أنت عندك حاجة اسمها البريزنت سيمبل. البريزنت سيمبل ده بستخدمه في العادات وفي التقاليد وفي التايم تيبل اللي هو جدول المواعيد والحقائق الفعل. كل اللي أنا عايزك تعرفه لو أنت ملقتش كلمة دالة أو أنت مش عارف الجملة دي مضارع بسيط ولا لأ، إن الجملة بتاعتنا لو بادئة بهي أو بشي أو بإت أو طبعا بالسينجولار ناون اللي هو الاسم المفرد، هيجي بعدهم فعل. الفعل ده لازم يبقى آخره اس اي اس او اي اي اس. طيب انما لو الجمله بتاعتي بدات بالاي او بالوي او باليو او بالذي او بالبلورال ناون هو الاسم الجمع اللي اخره اس، في الحاله دي لازم يجي فعل في الايه، في المصدر. طب يا ميس انا لما اشوف الهي والشي والات هنجيب فعل اخره اس اس اي اس. طب لو لقيت معاه نوت، لقيت معاه نوت، يبقى في الحاله دي عايزك تجيب مين؟ doesn't، و doesn't تحب المصدر طبعا. طيب لو كانت نوت دي مع اللي تحت، طبعا الاي والوي والذي بيكرهوا الاس، فطبعا هنجيب لهم مين؟ اختنا دونت، ودونت طبعا ورا فعل في الايه، في المصدر. طيب يا ناس ده لو عندك صفه، عندك فعل في المصدر. طب لو عندنا الصفه كنا هنجيب لها مين؟ ام او از او اور. ده كان المضارع البسيط باختصار شديد. لو حد محتاج الشرح يقول لي وانا ايه اصور له الشرح ان شاء الله. يلا بينا كده نحل. وفي طبعا معانا ظروف التكرار في المضارع البسيط ده، ان ظروف التكرار تأتي بعد الفعل، بعد الفيرب تو بي قبل الفعل الأساسي، ووضحتها فوق هنا اهو. تمام. بيقول لك هنا I always take my mobile phone to school. I don't like using it in the class. بيقول لك أنا دايما، ودايما دي كلمة غلط، take my phone to school، باخد التليفون بتاعي للمدرسة. I don't like using it in the class، ما بحبش استخدمه في الفصل. يبقى هو بياخده؟ لا ما بياخدوش. يبقى الإجابة بدل always تبقى ايه؟ never. never. طيب السؤال اللي بعده does Noah speak English with do قصدي نهى اسم مفرد، نهى اسم ايه؟ مفرد، يبقى بتاخد بدل وتاخد ايه؟ does. طيب he never، اتفقنا لو انت عندك ظرف تكرار ومعاك بدأ بالهي او بالشي او بالبيت لازم الفعل يتصرف. فالدرينك دي لازم نحط لها ايه؟ شطار، في ناس جاوبت لوحدها اهي. درينكس نحط لها اس اس المفرد لغايه درينكس، معذره. طيب ضز علي اند عادل، عندك علي وعندك عادل، جمع ولا مش جمع؟ بقوا اتنين، يبقى ده بقى سبجكت جمع، يبقى في الحاله دي ياخدوا بدل ضز تبقى دو. يلا بينا نكمل. بالك هنا digital not help students to achieve their daily tasks. طبعا الايه الديجيتال ايه device. طيب he always does his homework in the computer ولا at the computer ولا on the computer؟ عايزه اقول على الايه، على الكمبيوتر. طيب يلا بينا. السؤال التاني بيقول لك هنا he always does his homework the computer طبعا on the computer. If we want to make a video call with our friends online we can use the، طبعا انت عايز تعمل فيديو كول يعني ويب كام اللي هي الكاميرا. طيب نكمل السؤال الرابع. using the is super helpful when we have to record a presentation for the class. انا دلوقتي عايزه اعمل presentation، عايزه اسجلها، يبقى انا هحتاج ايه عشان اسجل؟ برينتر طابعه، ماوس فأرة، ويب كام كاميرا، ولا مايكروفون؟ طبعا هحتاج ايه؟ مايكروفون. طيب جوري uses that to write her assignment، هتستخدم عشان تكتب assignment طبعا الايه؟ الكيبورد. طيب complete the following dialogue. البوبع بتاعكم معناها اسهل حاجة في الدنيا كلها. Jory and Talia are talking about the digital devices they use during their day. جوري وتاليا بيتكلموا عن الديجيتال ديفايس اللي بيستخدموها في اليوم. هاي جوري بتكلم تاليا، بتقول لها هاي تاليا I want to tell you about the tools I use to achieve my task. لا that's great. What do you use؟ طبعا أي محادثة لازم تقراها للآخر. ما ينفعش ثم ما ينفعش ثم ما ينفعش إنك تبدأ تحل على طول. لازم تقرا عشان أحيانا بيبقى حاطط لك إجابة في الآخر.
كاتب لك اجابه في الجمله السوداء دي اللي انتوا اصلا ما بتفتحوهاش. تمام. بيبقى احيانا سايب لك ايه خط طرف خيط كده عشان تحل. طب تعالى كده نكمل مع بعض المحادثه قريتها. بيقول لك هنا that's great. what do you use؟ لا I use that to write my assignment on computer. هتستخدم ايه عشان تكتب الاساينمنت بتاعتها؟ اكيد الايه الكيبورد. طيب بيقول لك هنا nice. do you listen to music؟ اول ما تشوف السؤال بدو يبقى الاجابه yes او ايه yes او no. تمام. بعد كده راح هتلاقيها yes I use my or speaker. طب انا هستمع للموسيقى. انا هستمع للموسيقى ازاي؟ طبعا ايه الهيدفونز. الهيدفونز وانتوا كلكم عندكم طبعا هيدفونز لسه معاك. راح قالت لها I use when I make a video call. انا بستخدم لما بعمل فيديو ايه بعمل فيديو كول. هي اكيد بتعمل ايه يعني هتستخدم ايه هتستخدم الايه الويب كام طبعا. طيب تعالوا مع بعض كده نكمل. السؤال الاول بيقول لك هنا I want to tell you about the tools I use to achieve my task. ممكن نقوله ايه my useful tools او digital ايه tools. احنا ممكن هنا نكتب digital او ممكن نكتب ايه useful. الآلة الكويسة بتاعتي. طيب نكمل كده. راح قال لك هنا ايه I use what do you use. انت بتستخدمي ايه؟ راح تطلع I use the to write my assignment on the computer. يعني تستخدم ايه عشان تكتب الاساينمنت؟ طبعا تستخدم الكيبورد. طيب تعال نكمل مع بعض. do you listen to music؟ هل تستمعين للموسيقى؟ هتلاقي yes I use my طبعا my headphone اللي هي الايه السماعات my headphone. طيب راح تلاقي اور سبيكرز او السماعات السبيكرز طبعا تعرفين السبيكرز. طيب راح تلاقي وات اباوت يو. انت بتستخدمي ايه؟ هتلاقي اي يوز ذا وين اي ميك ا فيديو كول. لما تعمل فيديو كول مع اصحابها هتستخدم ايه؟ طبعا هتستخدم ويب كام اللي هي ايه الكاميرا. طيب طب مع بعض كده نكمل الهوم بيرفورمانس الاداء المنزلي. read and complete the tickets with the word in the list. keyboard يعني لوحة مفاتيح. printer يعني طابعة. smart board السبورة الذكية. وميكروفون اللي هو الميكروفون وده تقريبا المفترض الاي اي او اللي هو حرف جر. طيب نيجي مع بعض كده بقولك هنا sometimes I have to record a presentation for the class. احيانا انا ببقى عايز اعمل اسجل ريكورد للفصل. that's why I use the at school. طب انا هستخدم ايه عشان اسجل؟ بستخدم طبعا الميكروفون. يبقى رقم 1 ميكروفون. طيب تعالى كده نكمل مع بعض. at school my teacher use to show us a picture. فالمدرس يستخدم ايه في الفصل عشان يبين لهم صور وحاجات؟ طبعا يستخدم السمارت بورد. طيب to show us pictures videos and notes. طيب عايزة اقول في نهاية اليوم يبقى at the end of the day I print my homework using it's very useful. طب انا هطبع الورق بتاعي او الواجبات بتاعتي هطبعها على ايه؟ طبعا على البرينتر اللي هي الطابعة. printer. تمام. طيب يلا بينا كده بسم الله الرحمن الرحيم وبنا نستعين وهنبدأ مع التقييم الأسبوعي. طيب انتوا طبعا في التقييمات عندكم 3 نماذج كل واحد ليه نموذج هياخده ما يجيش جنب النموذج التاني. هو يطلب منك المدرس يقول لك حل لي انت نموذج ايه انت بي وهكذا. تمام. فطبعا لازم نذاكر الأسئلة ما نحفظهاش. محدش يحاول يغش يا جماعة. الغش مش هيساعد في أي حاجة. افهم الأسئلة عشان الأسئلة دي هتفيدك إن شاء الله. هيجي منها امتحان آخر السنة وامتحان الشهور والله. استعد دلوقتي.
يلا بينا. بيقولك هنا choose the correct answer. Can you remind me of the deadline of the interview? The word remind here is لو سمحت ممكن تفكرني بميعاد آخر ميعاد للمقابلة. كلمة remind هنا ايه؟ verb فعل ولا adverb حال ولا adjective صفة ولا noun؟ طبعا remind me فكرني. ولو انتوا فاكرين كان لازم يجي ورا فعل في المصدر اللي هو remind، يبقى ده ايه؟ verb. A is a page on the internet that gives information or lets of things online. هي صفحة على الانترنت بتعطيك ايه؟ بتعطيك معلومات. طبعا ده بيتكلم عن الايه؟ عن الويب سايت. السؤال رقم 3 A is interactive board using in the classroom. طيب انا هستخدمها في الفصل طبعا، يبقى السمارت ايه؟ سمارت بورد. السؤال اللي بعده I the computer in my science class. طيب هل عندك اما واذا وار؟ ايوه مثلا عندي ام وذ ار، بس احنا اتفقنا ام وذ ار بتيجي لو عندك صفه. يوز ده فعل، يبقى الجمله دي مش هتنفع، والجمله دي ايه؟ مش هتنفع. يا اما sometimes use يا اما use sometime. احنا اتفقنا ظروف التكرار اللي هي never و always و sometimes و usually دولت يتكتبوا الاول لو الفعل اساسي. طب لو كان اما واذا وار، لا الام واذا وار هو اللي يقول لك لو سمحت انا اللي اتكتب الاول. طيب يوز هنا فعل اساسي يبقى ظرف التكرار يجي قبله. فين ظرف التكرار هنا؟ يبقى sometimes use sometimes ايه؟ use. طيب بعد كده نكمل مع بعض. to make a video call with my friend online I use the. عشان اعمل فيديو كول مع اصحابي انا هحتاج ايه؟ هستخدم ايه؟ طبعا الويب ايه؟ الويب كام اللي هي الكاميرا. طيب تعالى نكمل مع بعض. choose the correct answer from A, B, C or D برضو. our teacher showed us amazing video about animals. the word amazing here معناها ايه؟ طبعا دي صفة. my favorite has lots of useful information for students. في معلومات كتيرة، يبقى على طول ده ايه؟ ويب سايت. an is a flat surface on the which picture or words are shown. ده طبعا الايه؟ التعريف السكرين، سطح كده بكتشر والكلمات بتوصل عليه بتظهر عليه يعني. he his tablet for homework. عايز اقول هو غالبا او عادة ما بيستخدم التليفون بتاعه او التابلت بتاعه عشان الواجب. طيب often اتفقنا is ما ينفعش تيجي معاها الفعل، يبقى دي ما تنفعش ولا دي تنفع عشان فيها is وفعل. تمام. is وفعل يبقى الفعل ده لازم تحط له اي ان جي يتحول من ماضي بسيط لماضي ايه؟ مستمر. احنا اتفقنا بقى ظرف التكرار يجي مع الايه؟ مع الأفعال الأساسية. he his tablet for homework. طبعا اتفقنا is with often مش هتنفع. تمام. فاحنا ايه؟ اتفقنا ظروف التكرار يعني بتيجي قبل الكلمة ولا بعدها. فطبعا ظروف التكرار بتيجي مع الكلمة مع الفعل الأساسي في الأول، يبقى often uses. I use that to record a presentation. أول ما يقولك record يبقى طول مين؟ ميكروفون. طيب تعالوا مع بعض كده. التقييم النموذج الأخير هو نموذج C. choose the correct answer from A, B, C or D. What technology do you use every day? The word technology here is technology هنا دي verb ولا adverb ولا adjective ولا noun؟ طبعا ايه؟ noun اسم. طيب I often read on my tablet. هو احنا هنقرا الكتب بتاعتنا على التابلت، يبقى الكتب دي عادية ولا إلكترونية؟ طبعا إلكترونية e-book. e-book خلي بالك في حرف الإي هنا e-book. طيب A is a portable computer يعني كمبيوتر محمول، يبقى مين على طول؟ اللابتوب. طيب is my mobile phone to school and التليفون بتاعي الايه؟ باخده. طيب أول حاجة I من الأفعال بيجي فعل في المصدر، يبقى ده مش هينفع. تمام. اتفقنا ما ينفعش الام والاز والار مع الفعل، يبقى لو حاجه الوحيده هي never ايه؟ never take. I use that to write on my assignment. عايزه اكتب قصدي الاساينمنت بتاعي الواجب بتاعي. طبعا بستخدم مين؟ الكيبورد. وبكده احنا كنا خلصنا مع بعض حل الاسبوع الاول من التقييم للصف الاول الاعدادي والاداء الصفي والمنزلي. طبعا ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت على الفيديو لو عجبك ودعوة جميلة زيك. ما تنساش ان القناة هينزل عليها علوم وباقي الانجليش طبعا معايا، والعلوم مع مستر عبد الرحمن. طبعا هو بيشرح علوم للمرحلة الاعدادية.
يا ريت تبعت الفيديو لكل اصحابك عشان الاستفادة. وكمان ما تنساش ان القناة هنا هينزل عليها برضو حل التقييمات اللغة الانجليزية للمرحلة الابتدائية، فلو عندك اخوات تابعونا القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.